فإن قال قائل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار، كما جاء الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أيعلم ربنا أهل الجنة وأهل النار؟ قال: نعم. قالوا: ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما معنى هذا؟ بعض الناس يقول: إذا كان الله خلقني وكاتب أني أنا من أهل الجنة ليش أصلي؟ وإذا كان الله خلقني وكاتب أني أنا من أهل النار فلماذا أصلي؟ خلاص، ما دام الله أترك كل شيء، أترك العمل وأتكل على أن الله كتبني هنا أو هناك. الجواب أن علم الله سبحانه وتعالى لا يؤثر على عملك، لا يؤثر. خذ هذا المثال الآن. لو كان هناك مدرس أستاذ قد درس مجموعة من الطلبة، لنقل 5، مدة تتجاوز 10 سنوات، وعرفهم حق المعرفة سنوات طويلة، سيكون عند هذا المدرس خلفية كافية عن كل طالب، لدرجة أنه يستطيع إذا وضع اختبارا ويعرف مستوى هذا الاختبار أن يقول: فلان سيحصل على 100، وفلان لن يزيد عن 80، وفلان لن يزيد عن 70. من أين أتى بهذا الكلام؟ من الخبرة المتراكمة، صح؟ هل علمه هذا هو الذي جعل هذا يأخذ 100 وهذا اللي يأخذ 80 وهذا يأخذ 70؟ أبدا. يعني لو هذا المدرس تحدث مع زملائه قبل الاختبار، مع زملائه المدرسين، وقال: ترى الطالب فلان سيحصل على 100، والطالب فلان سيحصل على 80، والطالب علان سيحصل على 70، ثم دخلوا الاختبار وفعلا حصل كل واحد كما أخبر المدرس. ثم قال أحد المدرسين، قال: المدرس أصلا أخبرنا بالنتيجة قبل بدء الاختبار. فيقوم أحد الطلبة يقول: إذن هذا ليس عدلا، كيف تقول أني أنا سأحصل على كذا؟ هل كلامهم منطقي؟ كلام الطالب هذا؟ جواب المنطقي من المدرس إيش يقول؟ يقول: أنا لم أؤثر عليك، أنا علمي هذا ما أثر عليك، كونك أنت تأخذ 100 وأنت تأخذ 80 وأنت تأخذ 70، علمي هذا هل أثر عليكم بشيء؟ هل أنا مسكت إيدك وجعلتك تحل بهذه الطريقة؟ أبدا. كونك أنت ما علاقتك بعلمي؟ أنا علمي هذا لي، وعرفته لأني أنا اللي مربيك وأنا اللي مدرسك لمدة 10 سنوات، فليس لواحد منهم الحق أن يحتج بالنتيجة لأن المدرس كان يعلم. ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى هو خالقنا ويعرف، ليس مثل المدرس غلبة ظن، وإنما إيش؟ يقين أن هذا سينجح في الاختبار وهذا سيفشل في الاختبار. هل علم الله هذا أثر علينا في شيء؟ أبدا. هل فقدنا حريتنا؟ هل أنت في يوم من الأيام اكتشفت نفسك تطير إلى الصلاة طيرانا، أحد يشيلك ويوديك إلى الصلاة وتصلي، ولا أنت بكامل إرادتك أتيت وتعبت وتكلفت حتى عبدت الله؟ أنت بكامل حريتك وإرادتك. الله يعلم هذا؟ الجواب نعم، يعلم هذا، ولكن علم الله لم يؤثر في فعلك أنت. إذن هذا من يعني علم الله سبحانه وتعالى ثابت، والله سبحانه وتعالى كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني أنت لك مشيئة، ولكن المشيئة تحت مظلة مشيئة الله سبحانه وتعالى.